وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وبما إننا مكملين في التخلص من الكراكيب، وقلنا عايزين إن شاء الله ندخل السنة الجديدة وبيوتنا مفيهاش أي كراكيب خالص. فأكتر مكان أكيد يعني كلنا نفسنا نتخلص من الكراكيب اللي فيه ونشوفه دايما مترتب ونضيف هو المطبخ. وأنا برضو حبيت إن الفيديو ده يكون مش تقليدي، يعني مش هاجي فاتحة معاه كل دراج أقول لكم يلا نتخلص من الكراكيب، لأ. بما اني ما عملتش معاكم قبل كده جولة في المطبخ، حبيت ان انا اخدكم النهاردة معايا جولة سريعة كده في المطبخ، بحيث ان انا اوريكم ان انا عندي اماكن خلاص بقت ثابتة لحاجات معينة ما بتحتاجش مني فعلا مجهود، وفي اماكن هي اللي بتحتاج مني مجهود شوية، ودي اللي بتبقى طبعا طول الوقت ايدينا فيها. هبدأ معاكم من ايدي اليمين، ده اول جزء في المطبخ خالص، انتوا حافظينه طبعا، اكتر جزء بصور فيه. ومن تحت هنا التربو والغسالة. طبعا التربو انتوا خلاص عرفتوا ان انا كل اسبوع بنضفه لما بشتري الخضار والفاكهة. بالنسبة للغسالة، الجزء اللي جنبها ده بحط فيه الهدوم اللي عايزة تتغسل. انا ضحيت باليونت دي كاملة كده عشان اي هدوم عايزة تتغسل بخليها فيها عشان اخدها تبقى قريبة يعني للغسالة. طيب، الجزء ده يا بنات زي ما انتم شايفين كده انا خليت الجزء ده زي كوفي كورنر، فوق هنا برضو خليت ده للمشروبات الدافية وكده. والجزء اللي فوق ده انا حاطه فيه الحاجات اللي انا بستخدمهاش، يعني الصينيه دي اصلا كانت بتاعه التسريحه عندي، انا دلوقتي جايبه منظم مكانها، حاجات يعني مش ايدي فيها على طول، مخليها فوق وبرضه متنظمه مش حطها اي كلام. اول جزء انا مش هحط ايدي فيه لانه اصلا نضيف، ليه؟ لاني مش زحمه بحاجات ملهاش لازمه. واليونت دي برضه فاضيه، دي انا عاملاها كفر كده للسخان، يعني علشان ابقى مداريه على السخان. فده زي ما شفتوا كده الجزء بتاع السخان، وهنا الشباك. انتوا واخدين بالكم ان مجرد الدنيا اتنظمت انا اصلا داخله انضف المطبخ، عندي جزء كامل انا خلاص مش هعمل فيه حاجه. تعالوا بقى للنص التاني من المطبخ، ده كده مكان التخزين يا بنات. عندي الرف ده انا مخلياه، الجزء اللي فوق ده بحط فيه الحاجات اللي انا بستعملها تبقى قريبه من ايدي، وهنا حاطه المكرونات بقى وصنع العصفور والشعريه والحاجات دي كلها. واول كل شهر يا بنات لما باجي بقى اعمل ريفيل للحاجات دي وارجع عامله الحاجات اللي خلصت من عندي تاني، بطلع كل الحاجات دي وانضف اليونت وارجع الحاجات تاني على نظافه. فدي بتتنضف اصلا مره كل شهر، وزي ما انتم شايفين هي بتفضل معايا طول الشهر نظيفه كده وما فيهاش حاجه. واللي فوق دي بقيه المكرونات يعني اللي بيبقى فاضل عندي بخليه فوق في المكان ده، لما احتاجه بنزله. فزي ما انتم شايفين برضو هي مش محتاجة أي تنظيف. جنبها هنا الشفاط، والجزء ده برضو مش بيحتاج تنظيف أي حاجة، يا دوب بمسحه كده وخلاص مع التنظيفة بتاعة البوتاجاز. وجنبه هنا الشفاط، وتحت البوتاجاز اليونت بقى اللي تحته على طول يا بنات. زي ما انتم شايفين كده الحلل والحاجات البلانشات اللي مش بستعملها على طول، انتم شايفين هي الحاجة اصلا انا حطاها كلها مترتبة، حتى الغطيان هنا حطاها في منظم. تحت برضو انا حاطه الحاجات اللي بستخدمها بس تكون قريبة من ايدي، هو اصلا المكان ده جوه كمان كبير، بس انا كل اللي حطاه هنا الحاجات قريبة من ايدي. وبرضو زي ما انتم شايفين الجزء ده يعني ما بيحتاجش مني اي مجهود نهائي، لاني دايما لما باخد الحاجة برجعها مكانها على طول. هنا الشفاط، وجنب الشفاط في اليونت اللي انا حاطه فيها التوابل. بصوا يا بنات، انا التوابل انتوا اصلا شفتوني قبل كده احطها في الفريزر، الحاجات اللي انا مش بحطها في الفريزر بخليها هنا كلها يعني مرصوصه ومتنظمه، يا دوب بمد ايدي اخد اللي انا عايزاه. وهنا في تلاقوا برطمانات بقى زياده اصلا انا مش محتاجاها فببقى احطها هنا. وفوق انا حاطه السكر، ده هو متنظم يا دوب انا باخد منه على قد استخدامي والباقي برجعه. وحتى زي ما انتم شايفين كده المكان يعني كان ممكن استغله احسن من كده، بس انا فعلا مش ما عنديش حاجه احطها فيه، متخيلين؟ يعني انا ما بزودش، مخليها الحاجه يا دوب على قد الاستخدام.
أنتم واخدين بالكم يعني حتى اليونت دي كمان دايمًا نضيفة، يا دوب مثلًا لو أنا باعمل حاجة محتاجة الحبهان، محتاجة توابل، فباجي آخُدها وبارجّعها مكانها على طول فما بتتوسخش أصلًا. اليونت دي تحتها بقى على طول اللي أنا باحط فيها الزيت والخل والحاجات دي هاوريها لكم. دي اليونت اللي أنا باحط فيها زي ما أنتم شايفين كده السمنة، واللي ورا دول باحط فيهم برضه السمنة البلدي، بس يعني إيه هُم فيهم حاجات خلصت، فالمفروض إن أنا برضه هادّيهم غسلة محترمة كده، لإننا خلاص داخلين بقى على شهر واحد، وده أحلى وقت نخزّن فيه السمنة البلدي، هاضبّطهم بقى علشان إن شاء الله أرجع أملاهم تاني. بُصّوا يا بنات ده بيفضل طول الشهر كده، مجرد إن أنا هاخد مثلًا السمنة أو الزيت وبامسحه وارجعه مكانه تاني، حتى الزيت أنا عندي أزايز للزيت والخل فما باحتاجش إن أنا أفتح اليونت دي كتير يعني. هنا برضه أنا عندي ده الرز وهنا الدقيق، كل اليونتس اللي أنتم شفتوها دي أنا ما بامدّش إيدي في تنضيفها، أنا أول بأول على طول لمّا باخد الحاجة بارتّبها كده، عارفين حتى حاجة وقعت لو شوية زيت وقعوا لو حاجة في نفس الوقت وأنا واقفة بامسحها وبانضّفها، فلمّا باجي أدخل بقى أنضّف المطبخ ما بيبقاش عندي أصلًا يعني 3/4 الunits ما بتبقاش أصلًا محتاجة إنها تتنضّف ولا حتى تتمسح، لإني دايمًا واخدة بالي وبانضّفها، فما تقوليليش بقى تنضيفة العيد وتدخلي تقلبي المطبخ، لإن أنتِ مش هتلاقي عندِك أصلًا في المطبخ مكان تقلبيه وتنضّفيه لا لرمضان ولا العيد ولا أي حاجة، لو أنتِ محافظة وبتخلّي بالِك دايمًا هتلاقي نفس الوضع كده. هاكمّل معاكم في الأماكن اللي عندي ما بتحتاجش تنضيف، عشان ندخل بقى على الأماكن اللي بتحتاج تنضيف، ما هو أكيد يعني مش كلّه ما بيحتاجش تنضيف يعني أنا مش عايشة في كوكب تاني، لأ أكيد هاوريكم اللي بيحتاجوا تنضيف وبيبقوا كارثة برضه، بس خلّيني الأول إيه، نخلّي الفيديو تفاؤل كده، شوية تفاؤل. إحنا كنا وقفنا هنا، قُلت لكم هنا باحط التوابل واليونت اللي تحته على طول باحط فيها السمنة والزيت والحاجات دي. هنا بقى ده storage قُلت لكم إن ده أنا باحط فيه كل الحاجات اللي خاصة بقى برمضان، خاصة بمواسم، بالتصوير، بحاجات كده، فده مش هافتحه لإن هو أصلًا إيه، مترتب بس برضه هي كراكيب. جنبه هنا على طول وده الجزء اللي فوق الميكروويف، يعني أنا عندي هنا الميكروويف دي اليونت اللي فوقيه وهي عشان فوق وبعيد عن إيدي أنا برضه باحط فيها الحاجات اللي مش استخدام يومي، يعني باحط فيها الصواني كده مرصوصة وفيها بقى إيه، شوية حاجات أنا ما بابقاش محتاجاها يوميًا فبابقى مخلّياها فوق كده. جنبها على طول التلاجة، والجزء برضه اللي فوق التلاجة ده يا بنات عشان برضه بعيد عن إيدي مش هاعرف أستخدمه يوميًا، أخلّي فيه بقى المجات والحاجات اللي أنا شِلتها من النيش، أنا عندي النيش كان زحمة أوي، فكنت عايزة أخفّفه فشِلت منه حاجات حطيتها هنا، لإن أصلًا دي تعتبر storage يعني مكان كده أنا إيدي مش فيه على طول، يعني هنا أنا حطيت المجات وفوق هنا بقى الحاجات اللي كانت في النيش دخّلتها هنا لإني ما باستعملهاش يوميًا، كده أقدر أقول لكم وبقلب جامد جدًا إن أنا خلّصت كل الأماكن اللي ما بتحتاجش تنضيف في البيت. طيب إيه بقى الأماكن اللي بتحتاج تنضيف واللي مهما نضّفتها ومهما عملت برضه بترجع تتبهدل منّي تاني؟ بُصّوا يا بنات، أول حاجة درج المعالق طبعًا يعني، شايفين؟ رغم إن عايزة أقول لكم إن أنا برضه هو استخدامه مش على طول، لإن شايفين كده عندي هنا أصلًا المصفى دي بيبقى فيها على طول المعالق، فبرضه بما إني مش أنا باستخدمه لوحدي، فأغلب الوقت بيبقى مش نضيف، استنوا أوريكم اللي بعده. والكارثة، ده اللي مهما أنضّفه معاكم بس هو عشان كلّه رفايع برضه رغم إن أنتم هتاخدوا بالكم أنا في علب حاطة فيها الحاجات، برضه بيتوسّخ ويتكركب، وده تالت درج، المفروض إن أنا باحُط فيه الأكياس وباحُط فيه الأزايز وزي ما أنتم شايفين كده هو ما شاء الله زريبة، فدول ال3 باحتاج أرتّبهم. يا بنات إن أنا عندي الميكروويف تحته على طول الفرن كده وتحته الرف ده أنا سايباه علشان باحُط فيه الطاسات اللي أنا باحمّر فيها عشان ما ادخّلش الزيت الفرن ويوقّع وكده. أنا عايزة أقول لكم إن الدرج ده رغم إن هو فيه بلاستيكات، بس عشان هي بلاستيكات على قد استخدامي بجد ما بيتوسخش ولا بيتبهدل، يعني أنا حاطة الحاجة فيه على القد بالضبط وهو دايمًا كده، زي ما أنتم شايفين كده، ما باحتاجش إن أنا أنضّفه. أظن حفظتوه يعني، عملناه قبل كده مع بعض كتير وهنفضل نعمله وهيستمر وهيتوغّل ولازم يتعمل دايمًا، لإن ده برضه من أكتر الأضرار اللي تقريبًا يوميًا باستخدمها، فزي ما أنتم شايفين كده ده برضه بيحتاج منّي ترتيب، لازم كل فترة يترتب ومن أكتر الأدراج اللي بيتبهدل معايا على طول، فده رابع درج، يعني إحنا كده في 3 اللي تحت البوتاجاز، ده الرابع اللي دايمًا بيحتاج منّي تضبيط. وخامس واحد اللي بيحتاج منّي تضبيط أكيد مش ده، أنا باوريكم عشان تعرفوا إن المشكلة مش إن الموضوع عفانة والّا مش عفانة خالص والله يا بنات، شايفين يعني دي ما شاء الله مترتبة ومتنضفة جدًا أهي، انزلوا تحت بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. بُصّوا يعني إيه، فوط المطبخ بقى،
على منظفات، على حاجات، فدي برضه محتاجة تتنضف، رغم إن اللي تحتها نضيفة أهي واللي فوقيها نضيفة أهي، بس هي اللي في النُص دي أكتر واحدة بتتبهدل برضه. أنضّف باعمل حاجة، عايزة بسرعة أجيب فوطة، فالفوط تُقع، فلسه هاقعد أنضّفها، باكسّل، فباروح بسرعة، فبيبقى المنظر ده. ويالّا بينا نبدأ كده ونقول بسم الله وناخد أول درج نبدأ ننضّفه، ومش بس هننضّفه، إحنا هنمسك يا بنات درج، درج، وهنبدأ نشيل كل حاجة ما لهاش لازمة فيه ونتخلّص منها. نتخلّص منها ده معناه إن أنا يا إمّا هاشيلها في كيس بعيد عن إيدي وهاخلّي اللي موجود على قد استخدامي، يا إمّا لو أنا مش محتاجاها هاشوف حد تاني محتاجها عشان ما أكركبش الدنيا. خلّوني بس في الأول كده أسلِّم عليكم عشان أنا يُعتبر بادئة الفيديو من هنا، الجزء اللي فات ده كُلّه كان أنا عاملة لكم الصوت عليه وأنا باصوّر، لكن أنا دلوقتي باحُط لكم صوتي على الجزء اللي أنا مصوّراه. فعايزة أقول لكم وحشتوني، وعايزة أشكركم من كل قلبي على كل دعواتكم الجميلة الكارمة. أنا والله العظيم بجد يعني ما كنتش أعرف إن أنا عندي بنات بتحبّني أوي كده وبتحب ولادي. ربنا ما يحرمني منكم أبدًا ويديمكم أحلى نعمة في حياتي، وشكرًا لكل حد كلِّف نفسه عشان يدخل يكتب دعوة حلوة لكرمه أو يدعي لها من قلبه. ربنا يكرمكم يا بنات وما تحرمش من ذوقكم أبدًا. وأنا والله، والله يعني ربنا اللي عالم أنا عملت إيه عشان أعرف بس يعني إن أنا أصوّر لكم الجزء ده، أعمله voice over عشان أعرف أنزّل لكم الفيديو، لإن أنا عارفة إن في بنات بدأت معايا تحدّي، فمش عايزة أتأخّر عليهم، ما تزعلوش منّي. المفروض الفيديو ده كان هينزل لكم والله يوم الأربع، بس الظروف بقى اللي حصلت وتعب كارما خلّاني فعلًا يعني خلاص مش قادرة. المهم يا حلوين، عشان في سؤال حلو أوي جالي، في بنوتة كانت سألتني وقالت لي: "يا سارة، هو أنا دلوقتي مش هالحق إن أنا أنضّف البيت مثلًا في الفترة اللي قبل السنة الجديدة دي." أنا يا بنات لو أخدتوا بالكم التحدي اللي فات ده أنا كاتبة لكم عليه الأسبوع الأول، مش التحدي الأول. أخدتوا بالكم أنا كاتبة الأسبوع الأول ليه؟ عشان أنا عايزاكِ تاخدي وقتِك، أنا مش عايزاكِ تدربكي نفسِك، مش عايزاكِ تدخلي على الحاجة وتقولي لأ أنا هاعملها في يوم واحد وفي الآخر تلاقي نفسِك أهملتِ في حاجات عشان خاطر تخلّصي حاجات مع إنِّك كان ممكن تعملي الاتنين مع بعض. أنا ما عنديش مشكلة إنِّك تمسكي كل يوم درج واحد في البيت ترتبيه مع المهام اللي أنتِ بتعمليها كل يوم. ليه؟ عشان أحسن من ما فيش، هو كده، كده ما كانش هيتعمل أصلًا، فأنا كتّر خيري إن أنا عملته. مش لازم عشان أنضّف بيتي آجي على حساب حاجة تانية خالص على فكرة. أنا ممكن أخلّي بيتي طول الوقت نضيف زي ما شفتوا كده في المقطع اللي في الأول، قد إيه خلاص في أماكن أنا أخدتها تحدي مع نفسي مش هابهدلها، وفي أماكن معلش غصب عننا بتتبهدل مش بمزاجنا، وفي حاجات أوقات بنبقى بنعمل حاجة بسرعة فمش هاقدر إن أنا أرتّبها دلوقتي، فيوم يجر يوم، كلنا عندنا ده وكلنا بيحصل معانا ده، بس في الآخر عادي، ده عادي وطبيعي ولازم بيحصل دايمًا. فاللي عايزة أقوله لِك أنا باكتب لِك أسبوع عشان تاخدي راحتِك، أنا ما باقولكيش ده تخلّصيه في يوم عشان هانزّل لِك بكرة فيديو تاني تكوني خلّصتِ ده فتبدئي ده، لأ، براحتك خدي وقتِك خالص. هو أنا لمّا باقول لِك عايزين نبدأ السنة الجديدة من غير كراكيب، أنا باحفّزِك، يعني أنا باقول ده علشان جملة تحفيز تنشّطِك وتدّيكِ طاقة وpower كده، وتخلّيكِ فعلًا عندِك حافز إنِّك تعملي حاجة كنتِ كسلانة عنها. لكن هو إيه المشكلة يعني لو دخلنا السنة الجديدة أسبوع، أسبوعين فيها ولسه عندنا كراكيب في البيت، هو مفتش السنة الجديدة هييجي يدخل بيوتنا يفتش لأ البيت ده فيه كراكيب، لأ ما ينفعش البيت ده هننزل عليه غرامات؟ لأ يا بنات خالص، ده مجرد تحفيز بس، حاجة تحفزِك إن زي كده ما بنقول تنضيفات رمضان، يعني الناس اللي ما نضفتش بيوتها رمضان ما جاش عندها، لأ بس هي الفكرة كلها إنه بيبقى تحفيز يعني. زي ما شفتوا كده يا بنات أنا عملت إيه، أنا باوريكم إن أنا الأدراج عندي حاطة فيها 4 معالق، 4 شوك زي ما اتفقنا مع بعض، دي من أكتر الحاجات اللي هتقلل عندِك الكراكيب جدًا، إن يبقى الحاجات اللي بتستخدميها في المطبخ على قد استخدامِك بس، وهو ده يا بنات السر اللي مخلّي زي ما شفتوا كده كام واحدة عديناهم مع بعض هُم مش محتاجين منّي تنضيف، أي وقت أنا داخلة المطبخ عشان أنضّفه، كل الوحدات دي بتبقى نضيفة ما بامدّش إيدي عليها، لإني خلاص عوّدت نَفْسي كل ما إيدي تتمد على حاجة فيهم بارجّعها أنضف ما كانت كمان، أي حاجة بُقعة زيت، بُقعة سمنة، أي مكرونة وقعت، أي حاجة بانضّفها على طول.
وده خلّاني إيه، خلّاني خلاص ما بقيتش باتعب أصلًا في تنضيفهم لإنّهم مش محتاجين يتنضفوا، يا دوب بيحتاجوا كل أسبوع مرّة تلميعة كده من برّه اللي هو الضرفة نفسها بالمّعها كده من برّه. وزي ما أنتم شايفين برضه كل اللي موجود ده قد استخدامي بس. طب يا سارة الحاجات الزيادة لو أنا محتاجاها باحطها في كيس مثلًا وباشيلها في مكان بعيد عن إيدي عشان لو احتجتها تاني لو جه لي ضيف، ما إحنا مش هنخلّي البيت كله فيه 4 معالق يعني لأ، ويوم ما ييجي لنا ضيف بقى في حد مش هياكل ما ينفعش. فبيبقى عندي بقيت لو عندي 4، 5 معالق كمان باشيلهم في كيس واشيلهم بعيد عن إيدي. لو أي ضيف جه لي في أي وقت باروح أطلّعهم. أنتِ كده حافظتِ على نضافتهم، حافظتِ على لمعتهم كمان، لإن كتر إن هُم موجودين بيتعرضوا لمَيّة وبيتعرضوا لتراب وبيتعرضوا لحاجات هتطفي لمعتهم وهتبوظيهم. فخلّيهم دول متحافظ عليهم وخلّي 4 على قد السلاك أو على قد بقى العدد اللي عندكم في البيت. فأنا في الفيديو ده بقى باطلب منِّك إيه، أولًا يا حبيبة قلبي، الفيديو ده أنتِ قدّامِك أسبوع في المطبخ، أكتر من أسبوع براحتك عادي. أنا كل اللي عايزاه إن إحنا نوصل لنتيجة حلوة في الآخر. إيه النتيجة دي؟ إن أنا نضّفت المطبخ كُلّه. اتخلّصت من كل الكراكيب اللي فيه، وخلّيت الحاجات اللي فيه على قد استخدامي بس. وخلّي بالِك أنا باتكلّم على الحِلَل، باتكلّم على الطاسات، باتكلّم على الصواني، باتكلّم على أي حاجة في المطبخ بتستعمليها، الأطباق، الكوبايات، كل حاجة هتخلّيها على قد استخدامِك بس. ده هيخلّيني بجد يعني الخطوة دي لوحدها هتخلّي البيت ينضف، هتخلّي الكراكيب تقِل، هتخلّي المواعين تقِل، هتخلّي الرخامة نضيفة، هتخلّي 100 حاجة. جرّبي، جرّبي مش هتخسري حاجة وأنتِ داخلة على سَنة جديدة، وترجعي تقولي لي أمّا طبّقتِ الكلام ده لقيتِ بجد فرق والّا لأ، لإن أنا عن نفسي باقول لكم أنا أول واحدة أهو، ده فِرِق معايا جدًا. طيب لو أنتِ ما عندكيش في المطبخ مكان تشيلي فيه، شيلي تحت السرير. يعني أنتِ مثلًا عندِك 3 أطقم حلل، بتعملي بيهم إيه؟ ما لهمش لازمة. شيلي منهم طقم مثلًا تحت السرير، وخلّي طقم عندِك بعيد عن إيدِك برضه لو احتجتِ منه حاجة، جالِك ضيف، عندِك عزومة، يبقى هتستخدميه أكيد وهتحتاجيه. غير كده لأ، مش كتر حاجات على الفاضي، بالعكس المكان اللي هتفضّيه بتاع الحلال ده ممكن تشيلي فيه مثلًا أي حاجة hand blender بدل ما أنتِ حاطاها ب اللي هو العجان بدل ما أنتِ حاطاه مثلًا على الرخامة، لأ نزّليه حطّيه في المكان طقم الحل اللي أنتِ شِلتيه ده، على الأقل هيفضل دايمًا نضيف مش هتحتاجي دايمًا إن أنتِ تنضّفيه، أو حطّي فيه أي حاجة زيادة عندِك مش لاقية لها أصلًا مكان، أنتِ حاطّاها مثلًا على الرخامة ومش لاقية لها مكان تشيليه. يعني حاولي خفّي من الحاجات اللي عندِك في الأدراج مثلًا وفي أي مكان عندِك خفّيهم، علشان تلاقي مكان لحاجات تانية مكركبة لِك الدنيا. كل ما خفّيتِ الحاجات اللي على الرخامة، كل ما أنتِ مجهودِك وتعبِك قَل في تنضيفهم. يعني هو كلّه في الآخر هيصُب في مصلحتِك أنتِ. فأنا طالبة منِّك الفيديو ده بقى إن إحنا نعمل إيه، أولًا عايزاكِ تراجعي على الروتين اليومي والأسبوعي والشهري بتاع المطبخ، تحفظيهم علشان هنبدأ نطبّقهم. إحنا خلاص بقى نضّفنا المطبخ واتخلّصنا من الكراكيب، ما عادش غير إن أنا يبقى عندي روتين أمشّي عليه مطبخي عشان إن شاء الله ما ابقاش محتاجة في أي وقت إن أنا لا تنضيفة عيد وأنا داخلة معاكِ تحدي. يعني أنا بادئة معاكِ الفيديو ده تحدي أهو. أنا باتحداكِ إن أنتِ لو سمعتِ الكلام ولو اتخلصتِ من كل الكراكيب وطبّقتِ الفيديو ده بالضبط زي ما أنتِ شايفة كده، أنا ما خليتش غير الأساسيات بس. حتى هنا عايزة أقول لكم البرطمانات اللي أنتم شايفينها البلاستيك اللي أنا عمّالة ألمّها دي، أنا باشيلها عشان كارما عندي بتحب الaccessories. ف هي أنا كنت حاطة لها الaccessories بتاعتها في برطمانات إزاز كده، فقُلنا لأ علشان ما يبقاش خطر يعني، لإن إحنا ساعات بنحطهم في أرفف عالية، ممكن لا قدر الله يُقع يتكسر والّا حاجة، فقُلنا هنحوّش البرطمانات دي عشان في إجازة نُص السنة نطلّع الaccessories ونشيل بقى كل الإزاز ونحط مكانهم البرطمانات البلاستيك دي. فدي مش عفانة أو مش أنا شايلاهم من باب إن أنا مستحرمة أرميهم، لأ ده أنا أكتر واحدة في الدنيا باكره الكراكيب، بس أنا شايلاهم بس علشان كده. طيب أنا هارجع أحطهم تاني لأ، أنا قُلت عشان ما يبهدلوليش الدنيا، شِلتهم في كيس وحطيتهم جنب الإكسسوارات تحت السرير. قُلت عشان في إجازة نُص السنة نطلّعهم نحطهم على طول يعني. فارمي أي حاجة عندِك، ارمي الحاجة اللي ما لهاش استخدام، اتخلّصي منها على طول. قد إيه هتفوقي، مطبخِك هيفوق بجد والله يعني هتحسّي بفرق كبير جدًا. فزي ما قُلت لِك كده أنا هاسيب لكم في الend screen
الجدول عشان أكتر من بنت تدخل تطلبه، وبرضه لو حد مش ما وصلّوش يبعت لي comment وأنا أبعت له الجدول. في عندِك هتلاقي الروتين اليومي والأسبوعي والشهري بتاع المطبخ، ابدئي طبّقيه وابدئي اتخلّصي من المواعين، وأنا عايزاكِ تيجي تقولي لي: يا سارة، أنا بعد اللي أنا عملته ده كلّه لقيت بيتي محتاج تنضيفة رمضان، تحدي، إحنا كده داخلين تحدي مع بعض. وبجد ما فيش أحلى من النضافة وراحة بال والله يا بنات فعلًا يعني. آخر حاجة ما تنسوش كارما في دعواتكم يا بنات بجد، ودي كده الحاجات اللي إحنا هنتخلّص منها ونقول لها باي باي ومع السلامة، مش كراكيب كتير عشان الحمد لله أنتم عارفين أنا أصلًا ما باخلّيش عندي كراكيب في البيت. واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة يا أحلى بنات في الدنيا كلها.